قال هذا أكبر علماء المسلمين، هذا مرجعية، هذا كتب أكثر من 100 كتاب. بهذا يعرف العالم؟ فماذا تقولون عن أبي بكر إذا يعرف العالم بكم كتب من الكتب؟ فأبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، حبر الأمة، ترجمان القرآن ابن عباس، زيد بن ثابت، أبو هريرة. أكم كتاب له؟ فمن متى احنا الأميين نعلم العالم بكم كتب؟ عظموا رب هذا البيت، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اسمعوا وتعلموا، يوشك أن ينزل كلمة الله وروح منه ابن مريم، فاعلموا ما كان عليه الأميون. أما الأميون فلا يكتبون، أما أهل الكتاب فكتبوا كتابا وتركوا التوراة. نحن الأميين لا نكتب، الرب يكتب، والأنبياء يتلون ما في كتاب الرب، والمؤمنون يؤمنون به ويعملون بما فيه، ولا يكتب الأمي بعد كتاب ربه أبدا. إذا جاء الأمي يكتب كتاب الرب ووحيه إلى الأنبياء، ولا يكتب من قبل نفسه شيئا إلا أن يشتهي لنفسه أو أن تعجبه نفسه فيكتب للعالمين. هذا مغرور، يعني مفتون، غرته نفسه. واضح؟ أما الذي يثق بعلم الكتاب وتمام الدين في النبي فلما يكتب؟ وماذا يكتب؟ ولمن يكتب؟ لو فلان كنت عالم، لو لم يكتب لضللنا، فماذا كان الناس قبل كتابه؟ حدثوني عن عالم كتب لكم مصنفا. يوسف القرضاوي كتب 100 كتاب قبل ما يولد، عمره 87 سنة، قبل ما يبدأ يكتب الكذب، لنقل 60 سنة. قبلها وين كانوا الناس قبل أن يفتينا؟ فيما هم فيه. طيب ارجعوا حتى تصلوا إلى الصحابة، أين كانوا على ما تركهم نبي الله؟ شيخ أخوان، فاللي ظن أنه لو لم يكتب لضل الناس، والله إنه ضال ورب هذا البيت. من حدثته نفسه إن لم تكتب ضل الناس فهو ضال، ومن اكتفى بالله فقد اهتدى ودل الناس على الهدى.